هذه الصورة اللي أنا بنعتز بيها دي صورة الضباط وصف ضباط قوات الضفادع البشرية اللي نفذوا جميع عمليات الضفادع، سواء الخمس إغارات على ميناء إيلات ومنهم 3 عمليات ناجحة، أو عملية الحفار في أبيجان في ساحل العالم. هذه الصورة صورة العملية الثالثة. على اليمين عمر عز الدين، على الشمال نبيل عبد الوهاب. هذا صف ضابط علي أبو ريشة، ومعاه البطل فؤاد رمزي. في نص الصورة القائد بتاعنا والمعلم بتاعنا المرحوم اللواء رضا حلمي. دي صورة بتجمع كده واحنا قاعدين يعني في اللواء في وقت الراحة. دي صورة البطل علي عثمان، يمكن ما اتكلمناش عليه. ده بطل مرحوم علي عثمان من قوات الصاعقة، وكان له تأثير كبير قوي في تأمين قواتنا اللي هي بتوصل من عمان العاصمة لغاية منطقة الإنزال في العرب. دي صورتي وأنا شباب بقى، أنا كنت صغير. نبيل عبد الوهاب برضه من قوات الشباب. فؤاد رمزي أيام الشباب. ودي كان تكريم ليا أنا ونبيل عبد الوهاب وعلي عثمان. احنا طبعا كرمونا والدولة كرمتنا الحمد لله أحسن تكريم. قائد وبطل الحرب والسلام محمد أنور السادات. محمود فهمي عبد الرحمن قائد القوات البحرية، هو اللي على الشمال. قائد القوات البحرية محمود فهمي عبد الرحمن، وهو بيكرمني في أول عملية للضفادع البشرية. طبعا بعد العملية كل الصحف العالمية اتكلمت والصحف العربية، وكان فرحة في الوطن العربي بالكامل. الأهرام ثاني يوم الضفادع البشرية المصرية تغرق وتدمر 3 قطع بحرية للعدو في البلاد. الأخبار أغرقنا سفنهم في إيلات. الجمهورية أغرقنا 3 قطع بحرية للعدو في إيلات. ثاني يوم قائد عملية الضفادع البشرية ضد ميناء يتكلم. هو طبعا ما اتكلمش لأن ممنوع إن احنا نتكلم، بس بقى الصحافة ساعات كده تجيب كلام يعني. عملية بحرية جريئة للقوات المتحدة، ده دستور جريدة عراقية أردنية، جريدة أردنية. الأنوار اللبنانية، القوات المصرية تهاجم إيلات، ضفادع بشرية مقبولة جوا، تنزل 3 مدن إسرائيلية، 3 سفن إسرائيلية. الدفاع العراقية نزل 3 سفن للعدو بإيلات. صرخات الانتقام تدوي في إسرائيل، هجوم الضفادع البشرية أذهل الإسرائيليين ودفع الصحف إلى المطالبة بالانتقام. دي جرايد أجنبية برضه مصورة السفينة هيدروما قبل ما تغرق. بعض الصور مع أبطال الفيلم الطريق إلى إيلات.
دي المخرجة إنعام محمد علي، وده الطاقم بتاع التصوير، وفي أنا ونبيل طالعين، وده البطل فؤاد رمزي هو اللي على الشمال، والبطل عادل الطراوي على اليمين أثناء التدريب. ده اللي عمل دوري الفنان محمد عبد الجواد في الفيلم. إنعام محمد علي في النص، على اليمين الفنان نبيل الحلفاوي، والمرحوم مصطفى طاهر قائد العمليات، إنعام محمد علي، عمر عز الدين، والحلوة اللي على الشمال دي مراتي. هنا برضه إنعام محمد علي مراتي، وبعدين كاتب السيناريو الأستاذ واصف غالي. هنا إنعام محمد علي، محمد عبد الجواد، وجنبها ابني الكبير محمد. دوت اللي شاطر يقول مين دوت؟ محمد سعد، كان يمكن أول يعني ظهور ليه، وليه موضوع نادر جدا جدا طبعا، هنقول لكم عليه بعد كده. ودي طبعا السنيوره ديت عارفينها، نادين طبعا، ومعاها الفنان اللي هو عامل دور نبيل عبد الوهاب، وده محمد عبد الجواد عامل دوري، ووراه اللي عامل دور نبيل عبد الوهاب ناصر سيف، بالظبط الفنان ناصر سيف عمل دور نبيل عبد الوهاب. ناصر سيف ومحمد عبد الجواد، يعني انا ونبيل. ده بقى اخر لقطه في الفيلم اما رجعوا في الطياره وفرحتهم طبعا بالنصر الكبير. فنانة القديرة كل تحية ليها إنعام محمد علي. الجمهورية شرفنا بتكريم في حرم الفريق محمود فهمي عبد الرحمن، وده رئيس عمليات اللواء أشرف فهمي، وده عمر عز الدين، نبيل عبد الوهاب، دي صورة بتجمع أبطال اللي على اليمين فوق هو الفريق محمود فهمي، يليه في النص رضا حلمي قائد اللواء الوحدات الخاصة، يليه مصطفى طاهر رئيس العمليات، في النص على اليمين البطل رامي عبد العزيز، عمر عز الدين، البطل نبيل عبد الوهاب، تحت بطل عمرو البنوني، بطل حسنين جويش، بطل علي ابو ريشه. وشكرا.